بصي هنقول ايه بقى، الف ب كده احترام هو الاستماع. فدي اول حاجه بظهر فيها احترامي للطفل اللي قدامي، ان انا اسمعه. طيب يبقى احنا عرفنا ان الاستماع مهم جدا، ان هو بيظهر الاحترام ما بيني وبين الطفل. طب هنسمعه ازاي بقى؟ انا ممكن اسمعه بودني، وممكن اسمعه بقلبي، وممكن اسمعه بعقلي. فكل واحده فيهم بتخليني الرياكشن بتاعي ورد فعلي معاه بيبقى مختلف، والطفل بيحس بده قوي. لما بسمعه بودني ممكن ابقى مشغوله بحاجه في ايديا، عينيا مش معاه، مش متفاعله في ردود الفعل ما بيني وبينه وهكذا. لكن لما بسمعه بعقلي ساعات بفكر معاه، وقصده ايه، هو يا ترى بيقول لي دي ليه، يفتكر كذا وهكذا. ف... فده قاعده بفكر معاه، بفكر هو بيسمعني بفكر معاه، فبرضه ما بيبقاش فيها استماع قوي. لما بسمعه بقلبي بيبقى فيه عاطفه بزياده، يعني ممكن اظهر له ان انا هروح اساعده، انا جايه اهو، انا معاك بزياده، لدرجه انه ما تخليهوش يعبر بانطلاق او يعبر زي ما هو عايز يقول. فانا عايزه اعمل توازن ما بين ده، واخلي ان انا هسمع بالثلاثه، فبيبقى اسمه انصات. والانصات ده بيخليني اسمع كويس قوي لغايه الاخر، اتفاعل مع الكلام اللي قدامي، ففي ردود ايوه، طب ودي ازاي، واجيب كلمه اخرانيه هو قالها، يعني اخد ودي معاه فيها وهكذا. فبيظهر للطفل ان انا سامعاه بكل الحواس بتاعتي، فبيحس بالامان. اول ما بيحس بالامان فهيكمل كلام. اول ما تحسي ان هو ما حسش بالامان، يبقى في حاجه حصلت خلته ما يقدرش يكمل الكلام ده، في حاجه حصلت في الانصات بتاعك يعني. فده اللي انا بنصح بيه، ان انا لما بسمعه بحواسي كلها، بتفاعل معاه. واكتر حاجه معبره للطفل انا دايما اقول عليها هي الاكسبريشن بتاع وشي، والتفاعلات بتاعت الايد بتاعتي. كتير من الامهات بشوف، او حتى الاباء بشوف الايه، البوكر فيس، اللي هو مش وحش ومش متضايق منه، ولكن ما عندوش الحته اللي بيظهر فيها الرياكشن والردود الفعل بوشه كده. ودي اكتر حاجه بتاثر في الطفل، ان انا اعمل عيني كده مثلا، اقول له يا سلام، اعمل يعني حاجات تحسسه ان انا معاه، وخصوصا ان الطفل وهو صغير. فنعود نفسنا حتى لو احنا مش عارفين، ان احنا يعني نتعلم ازاي الرياكشن بتاع وشنا وجسمنا والبادي لانجوج بتاعنا معبر معانا قدام اولادنا. لو انا ما عنديش المهاره دي مفيش مشكله، يكفي ان انا بسمع بانصات وبسال اسئله بسيطه تخليه يكمل بقيه الجمل، مش استفسار اللي هو يخليني. يعني هديكي مثال برضه عشان يبقى قريب. يعني مثلا اقول له ايه، اقول له طيب يعني حصل كذا، طب وبعدين حصل ايه، ما اديلوش جادج مثلا، ما احكمش على الاولانيه، لا كده بقى الحركه دي وحشه، قبل ما يكمل بقيه الكلام. فده اللي بيخلي الطفل زي ما قلت ان هو بيحس بالامان ويكمل كلام معاه.